رسمياً سيتم إعادة المباراة النهائية بين المغرب والسنغال. فضيحة في نهائي كأس إفريقيا. انسحاب السنغال يضع المغرب في قلب الجدل. تحول نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال من عرس كروي منتظر إلى مباراة مثيرة للجدل، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة انسحاباً مؤقتاً للمنتخب السنغالي احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت لصالح المنتخب المغربي، في مشهد وصف على نطاق واسع بالفضيحة التي أساءت لصورة النهائي والبطولة ككل. وعلى ملعب الأمير مولاي عبد الله، وبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها، فجر قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب موجة احتجاجات عنيفة من لاعبي السنغال انتهت بمغادرتهم أرضية الملعب لدقائق في سابقة خطيرة خلال مباراة نهائية قارية. هذا الانسحاب المؤقت خلق حالة من الفوضى والارتباك، وطرح علامات استفهام كبيرة حول إدارة اللقاء والتنظيم العام. ورغم عودة لاعبي السنغال إلى أرض الملعب بعد تدخل قائدهم ساديو ماني، فإن الواقعة لم تمر دون تبعات، فقد اعتبر كثير من المتابعين أن ما حدث كشف حجم التوتر والضغط الذي طبع النهائي، خاصة في ظل اتهامات بضعف السيطرة التحكيمية وعدم الحزم في التعامل مع الاحتجاجات. وما زاد من حدة الجدل هو أن ركلة الجزاء التي كانت محور الأزمة أهدرت من طرف إبراهيم دياز، قبل أن تستغل السنغال حالة الارتباك وتسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 94 لتتوج باللقب وسط أجواء مشحونة وغير مسبوقة. ووجهت انتقادات لاذعة للمغرب بصفته البلد المنظم، حيث رأت بعض الأصوات الإعلامية أن الضغط الجماهيري والأجواء المشحونة ساهمت في خروج المباراة عن إطارها الرياضي، وألقت بظلالها على قرارات الحكم وسلوك اللاعبين داخل الملعب. وبين من وصف ما حدث بالفضيحة التنظيمية ومن اعتبره انفلاتا تحكيميا في لحظة حاسمة، يبقى نهائي المغرب والسنغال واحدا من أكثر النهائيات الإفريقية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، نهائيا لن يتذكر فقط بسبب الهدف القاتل، بل بسبب انسحاب السنغال الذي وضع المغرب في مرمى الانتقادات القارية.